ايه ده؟ مين بيخبط علينا بدري قوي كده يا ليلى؟ مش عارفة يا اختي، انا هطلع اشوف مين. لا استني، لسه بدري قوي، لازم ماما هي اللي تفتح. لحظة يا بنات، أنا هفتح. يا حبايب قلب ماما، يلا جهزوا، النهاردة أول يوم مدرسة وعايزاكم تكونوا النهاردة زي الأمارات. يلا جهزوا حاجاتكم، يلا يا حلوين، اغسلوا وشكم كويس قوي وأسنانكم لحد ما أشوف مين اللي على الباب. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ البنات عندهم تطعيم يا فندم ولازم ياخدوه دلوقتي قبل ما يروحوا المدرسة. إيه الكلام الغريب ده؟ تطعيم إيه؟ بناتي واخدين التطعيمات كلها، ولو في تطعيمات أكيد هتكون جوه المدرسة. يا فندم هو أنا هكدب عليكي؟ حضرتك أنا طعمت كل البنات اللي في المنطقة والدور عليكم. طيب ممكن حضرتك تستني هنا وأنا هتأكد من حاجة وهرجع لك. تمام، مستنية حضرتك بس بسرعة، لأني لسه ورايا بنات كتير قوي عندهم تطعيم. حاجة غريبة، في واحدة بره بتقول إن هي هتديكم تطعيم، وأنا مش فاهمة إن كانت دي تبع المدرسة ولا لأ، ومش عارفة أتأكد من مين. على العموم أنا هتصل دلوقتي بالمدرسة بتاعتكم وأسأل، وكمان هتصل بأصحابكم وأسأل برضو إيه موضوع التطعيمات ده. ماما تطعيم إيه؟ ده النهاردة أول يوم مدرسة، وأنا أصلا خايفة أروح يوم التطعيم يا ماما. بصراحة أيوه، هو ده اللي إحنا خايفين منه. ما تخافوش ولا حاجة، استنى هتأكد من حاجة وارجع لكم حالا يا حبايبي. ايه ده؟ حضرتك دخلت من فين؟ ايه ده؟ دي ماما قافلة الباب. مامتكم لسه نادى عليا من البلكونة وقالت لي ادخل اديكم التطعيم. انتوا خايفين من ايه؟ ما كل البنات بتطلع. انتي متأكدة ان ماما نادت عليكي؟ طبعا. يلا مين فيكم هتيجي الاول؟ يلا عشان مستعجلة، لازم امشي من هنا بسرعة، لسه ورايا بنات كتير لازم اطعمهم. يلا يا حبايبي، يلا مين فيكم هتاخد التطعيم الاول؟ يا لهوي، دخلت هنا ازاي؟ يا لهوي، انت دخلت هنا ازاي؟ امشي اطلع بره. طالما انت عملت التصرف ده يبقى مستحيل تكوني دكتورة، اكيد انت مش دكتورة التطعيمات. اتفضلي يلا من هنا، امشي يلا بقى كده. بقى كده ماشي، هتشوفوا هعمل فيكم ايه في اول يوم مدرسة. انا ماشية. ليه يا حبايبي فتحتوا لها الباب؟ انا كم مرة قلت لكم ان الباب ما يتفتحش. صدقيني يا ماما فتحنا لها الباب، هي اللي دخلت وحدها. دي مجرمة بقى على كده، اكيد انا كنت ناسية الباب مفتوح. يلا الحمد لله. يا ترى كانت عايزة تديكم ايه وجاية ليه؟ ماما دي كمان قالت هتشوف هعمل فيكم ايه في المدرسة. ولا تقدر تدخل المدرسة، هو اي حد يقدر يدخل المدرسة؟ ولا هتقدر تدخل ولا تعمل اي حاجة، ما تخافوش. يلا يا حبايبي يلا جهزوا، مش عايزين حاجة زي دي تعكر لينا اول يوم، اليوم الجميل ده. يلا يا حبايبي يلا، احنا نستنى اليوم ده. يلا روحوا الحمام وجهزوا يا حبايب قلب ماما لحد ما اجهز اللانش بوكس بتاعكم. ايه ده؟ هي ماما مفكرانا ان احنا بنستنى اول يوم دراسة؟ انا ما بحبوش ابدا. يا ترى هقعد في الديسك الاول؟ يا رب اقعد في الديسك الاول يا رب. يا مي يا مي، ايه يا ليلى، شفتي خليت شنطة المدرسة بتاعتي حلوة ازاي؟ وكمان هلبس الشوزة القمر دي. الشنطة البينك بتاعتك دي بصراحة صغيرة، شنطتي اشيك بكتير. ايه ده؟ هو انت لمعتي شنطتك كده ازاي وخليتيها حلوة؟ يا بنتي انا بعمل بذكاء، انا بحب الاختراعات بجد حلوة قوي. انا مش هاخد الشنطة الصغننة دي، هعمل بيها ايه؟ واكيد اصحابي هيتريقوا عليا، هيقولوا لي ايه الشنطة الصغيرة اللي انت جاية بيها دي، وكمان هيقولوا لي دي شنطة السنة اللي فاتت. ايه يا ست ليلى، يعني ايه مش هتروحي بالشنطة بتاعتك؟ اصحابي هيتريقوا عليا. طب اسمعيني، الباص زمانه جاي، يعني مفيش وقت عشان اروح واجيب لك شنطة جديدة، وكمان احنا ملناش دعوة بحد. ما تسمحيش لحد يعيب على حاجتك. انت حبيبتي رايحة المدرسة تتعلمي، مش رايحة توري الناس شنطتك.
ولا حاجتك، خليكي شاطرة ومؤدبة، وكمان شوفي صديقة حلوة ومؤدبة وشاطرة واقعدي جنبها. انا نفسي ماما اقعد في الديسك الاول. يا حبيبتي زي ما تيجي، الأول أو الديسك الأخير، الأول زي الأخير، أهم حاجة تنتبهي. يلا يا ليلى خدي الشيبس الحار ده، وانت يا مي خدي الكيس الكراتيه اللي فيه الهدايا. الله، انا نفسي اوي في الكيس الكارتيل بتاعك يا مي اللي فيه الهدايا ده، نفسي اخد هديه. وانا بحب الكيس الشيبسي الحار، تديني منه وانا اديكي من الكيس الكارتيل نشوف الهديه نلعب مع بعض بيها. خلاص ماشي، بس ممكن تقعدي جنبي في الفصل علشان انا بشوفك بتقعدي بعيد. حاضر يا ليلى، ده انت اختي. الست اللي جت الصبح دي تاخدوا بالكم منها، لو شفتوها في اي مكان تبلغوا المسات بسرعة. وانا كده كده هاجيلكم ان شاء الله النهاردة على المدرسة علشان اشوف الدنيا عاملة ايه واشوفكم قعدتوا ازاي واطمن عليكم. خدوا بالكم من نفسكم يا حبايبي، واتمنى لكم يوم سعيد. ماما، هو انت حطيتيلي ايه في اللانش بوكس؟ حطيت لك في سندوتشاتك نوتيلا، وحطيت لك لبن، وحطيت لك خيار متقطع، وحطيت لك كمان قطعة شوكولاتة. يلا حبايب، عايزاكم تاكلوا كل سندوتشاتكم. حاضر يا ماما، انا بحبك قوي قوي يا ماما. ممكن بقى تديني مصروف؟ لا كفاية عليكم النهاردة اللانش بوكس، من بكرة بقى هديكم مصروف. ماشي يا ماما، مع السلامة. خدي بالك من اختك يا ليلى، وانتي كمان يا مي خدي بالك من ليلى. حاضر. صباح الخير يا عبير، البنات مشوا؟ ايوه يا فادي لسه ماشيين. شفتي الاخبار يا عبير؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا في ست مجنونة ماشية عشان تضحك على البنات وتديهم تطعيم، والست دي لما حد بيضايقها مش بتسيبه في حاله ابدا ابدا. يا لهوي، يعني ايه ما بتسيبوش في حاله؟ ازاي يعني، وازاي الشرطة ما تمسكهاش؟ ما بيدوروا عليها يا عبير، واكيد هيمسكوها طبعا، ما تقلقيش. هي جت هنا ولا ايه؟ ايوه يا فادي جت هنا، وبصراحة انا طردتها وهي هددتني وقالت للبنات مش هسيبكم ابدا. عامة البنات هيركبوا الباص مع باقي زمايلهم وهيروحوا المدرسة ان شاء الله، مش هيحصل حاجة. وانا كمان نبهت عليهم انهم ملهمش دعوة بحد، وان شاء الله انا هروح المدرسة واطمن عليهم. ان شاء الله يا عبير.